هنتعرف الأول على السبع بهارات. أول حاجة معايا جوز الطيب، ومعايا قرنفل وحبهان وكزبرة، ومعايا كوبيبة صيني وقرفة خشب وورق لورا. السبع بهارات عشبة عطرية، في منها المسكر وفي منها الحراق جدا وفي منها كمان اللي فيه نسبة مرارة. يلا نعمل معادلة ونظبطهم كده مع بعضيهم. السبع بهارات ممكن بعد ما تحمصيهم وتطحنيهم تحطيهم في برطمان لوحديهم وتحطي منهم في جميع أنواع الأكل. بس خلي بالك جوزة الطيب حطي منها كمية قليلة جدا لأنها فيها نسبة مخدر. حطي كمان من الحبهان نسبة قليلة جدا لأن ريحتها نفاذة قوي وطعمها قوي جدا. القرنفل كمان حراق جدا فحطي منه برضو نسبة قليلة. لكن ورق اللورة حطي شوية كتير، حطي كزبرة كتير، حطي كمان قرفة خشب كتير، عادي خالص مفيش أي مشاكل. بس طبعا ما تكتريش زيادة، يعني لو هتحطي مثلا حباية من جوزة الطيب هتحطي معاها 5 معالق من الكزبرة، وهتحطي كمان معلقة واحدة بس من الحبهان، هتحطي كمان من القرنفل معلقة واحدة بس، وتزودي بقى ايه زي ما قلتلك في اللي هو الورق اللورة القرفة. الكوبيبة الصيني حطي منها 3 معالق مثلا. يعني حاولي ايه تظبطي المقادير كده علشان ما تحطيش حاجة تطلع حراقة قوي وبعد كده ما تعرفيش تستخدمي التابل. في توابل تانية بقى ممكن نزودها علشان نستخدم التوابل دي في كل حاجة، يعني فراخ، لحوم، أسماك، كبدة، محاشي، كفتة، طواجن، كل أنواع الأكل. ممكن كمان نستغنى عن الفلفل الأبيض أو الفلفل الأسمر لأن الاتنين حراقين زي بعض. نصيحة: هاتي التوابل صحيحة وافرميها في البيت وسيبي من كل نوع شوية علشان تستخدميهم بعد كده في مثلا عمل الكبسة أو مثلا في الشوربة. لما تحطي التوابل صحيحة في الشوربة، الشوربة بتاعتك ما بتبقاش غامقة، لكن لما بنحط التوابل مطحونة في الشوربة، الشوربة بتبقى غامقة. تمام. دقيت القرفة الخشب علشان هي حادة شوية، ودقيت كمان جوز الطيب علشان هي ناشفة شوية. بعد كده هحمصهم كلهم تحميصة كويسة جدا. حطي ورق لورا كتير عادي خالص، بيكتر الكمية وكمان بيديلها طعم حلو قوي. لازم تحمصيها كويس جدا، التوابل لما بتتحمص بيبقى ريحتها حلوة وكمان طعمها حلو. وفي الكبة وسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم، وابتدي اطحنيهم ونعميهم كويس جدا، يا اما في الكبة يا اما في الخلاط. هبتدي بقى ايه بعد ما طحنتهم كويس جدا وبقوا ناعمين كده، هبتدي انخلهم. ولازم تنخليهم علشان تتأكدي ان مفيش شوائب خالص ولا فيه تكتلات في التوابل. وطريقة حفظ التوابل: لو عندك كمية كبيرة طبعا هتحطيها في التلاجة، ولو عندك كمية على قدك هتحطيها في المطبخ. الشوية دول بصراحة ما اتطحنوش، فانا هخليهم على جنب وابقى احطهم في الشوربة لانهم لسه فيهم تكتلات كده وشوائب كبيرة، فهحطهم في الشوربة. تمام، لكن مش هرميهم يعني. وبكده نكون عملنا شوية توابل حلوين خالص. وما تنسوش يا جماعة الصدقة من مالكم ومن طعامكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: وما نقص مال من صدقة، صلى الله عليه وسلم. القرنفل إن شاء الله بأمر الله هعمل لكم فيديو كامل عنه لأنه جميل جدا، مهدي للأعصاب وكمان بيعالج البرد وتحفة بصراحة. اعملوا شاي بالقرنفل وعلقولي الفيديو اللي جاي. فتحت القناة علشان تكون مصدر دخل ليا، فبالله عليكم استحلفكم بالله
اشتركوا في القناة وحطولي لايك واكتبولي تعليق وقولولي من أنهي بلد بتتابعوني، ويا ربي أكون عند حسن ظنكم، ومع ألف سلامة.